السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ أم أيد براء الدين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، آمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم كما راكم تشوفوا بطبق يعني بزاف بنين. طبق تقليدي جزائري اللي هي الدولمة الخضر المحشية. تجي بزاف بنينة وروعة ومذاقها رائع. تصلح رمضان لعرضاتكم لمناسباتكم، ويعني خاصة الأطفال هذا أوكازيون باش ياكلوا لكم الخضر. نبداو في هذه الوصفة على بركة الله. بسم الله. لهذه الوصفة واش نحتاج؟ عندي أكيد الخضر اللي هي أساس هذه الوصفة. أنا هنا استعملت الفلفل الحلو، نحيت له هذيك الزريعة اللي تكون في النص، اللي تكون في القلب تاعو، بصح هذاك الفوق الشابو تاعو ما تنحيوهش ما ترميوهش. هنا عندي جريبات طماطم، البطاطا، عندي الرز مغلي غليته في شويه برك تاع ملح. عندي كميه من اللحم المفروم وكميه من الحمص يكون طايب ولا مرنخ. عندي حبه بصل تكون مربيه. بالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، توابل الدجاج وشويه تاع راس الحانوت وشويه برك تاع كركم. نبداو بسم الله. في قدرة تاعي نحطو مغرفة تاع زبدة ونحطو فيها لي كاركاس فقط. كما هنا استعملت العنقوق واستعملت الظهر تاع الدجاج. علاه؟ لان نتيجة الوصفة تاعي يعني غنية الله يبارك فيها لا فيوند هاشي. نحطوهم كما تعودتوا عليا في المرق الابيض تاعي، واش نحط هذاك قطعة الدجاج تسقلها في شوية تاع الزبدة، ومن بعد نرمي عليها البصل تاعي. نحرك شويه هكا بالمغرفه ونزيد نضيف عليها التوابل اللي هي كما قلت لكم من قبل، ملح، فلفل اسود، راس الحانوت وشويه كركم، شويه توابل تاع الدجاج. نضيف عليهم الحمص نتاعي ونخليهم يتقلاو بعقلهم. يعني نقفل عليهم، نغطي عليهم ونخليهم يتقلاو في غرضهم حتى وين هذاك البصل تاعي يذوب لي والدجاج تاعي بخاسك يطيب لي. من جهه اخرى في لو طون اللي قاعده تقلى لي نجي هنايا نحشي، عفوا نقي الخضر تاعي، يعني نحي لهم اللب تاعهم باه نحشيهم. انا هنايا اللب تاع البطاطا وتاع الطماطم مانيش نرميه. نحيو لهم اللب. هاد الاداه نورمالمون تكون متوفره في كل منزل، اللي نحفروا بها الخضار تاعنا. كما قلت لكم اللب تاع البطاطا وتاع الطماطم ما ترميوهمش. علاه؟ لانهم هما اللي حنحطوهم مع لاصوص يتقلاو، يعطيو لكم مذاق رائع ويلبيو لكم يعني المرقه تاعكم تجي لابيه تجي خاطره. فوالا، غير تاع البطاطا والطماطم. بالنسبه للجريبات نرمي لها، لان نرمي اللب تاعها لانه حيصمت لي المرق تاعي. هنايا شوفوا كيفاش راني قاعده نحفر فيها بشكل يعني دائري. نحاول نعطيها طبقة رقيقة باه ما تكونش البطاطا تاعي يعني معمرة من الداخل، تجي معمرة بالفيونداشي والرز، ما تكونش فيها البطاطا بزاف، يعني القشرة تاعها تكون غليظة. فوالا، شوفوا كيفاش حفرتها من الداخل. هذه الحبة الدوزيام، شوفوا كيف قلت لكم يعني بشكل دائري، وروح معها غير بشويه باه ما تكسر لكمش الحبه تاع البطاطا تاعكم، يعني ما تفرسيوهاش بهذه الطريقه. سورتو الى عاد يعني هذا الموس تاعكم اللي تديروا به يكون ماضي، يعني حيساعدكم بزاف. انا بالنسبه للطماطم، الطماطم تاني الشابو تاعها هذاك الفوقاني نحيوه بالموس وما ترميوهش. بعدا يعني بعد ما تحشيوها نعاودو نغلقوها. عفوا. اللب هذاك تاني نحيوه تاع الطماطم، يعني نحفروها نخليوها فارغه من الداخل. وهذيك بصح الزريعه اللي تجي اللب فقط نخليو هذيك الزريعه تاعها اللي تجي بالفاغ نحيوها نرميوها، من ما نحطوهاش في القدره تاعي. فوالا، شوفوا لي كيفاه، يعني طريقه جد سهله ما فيها حتى تعقيدات.
ووصفة اون بليس بزاف بنينه وطبق راقي تستعملوا فيه هذا رمضان ان شاء الله. كما انكم تقدروا ثاني تعوضوا لا فيوند هاشي ولا اللحم المفروم بالبولي هاشي نورمال، استعملوا نتوما واش متوفر عندكم. انا هاد الحبه الدوزيام نزيد نحي لها اللب تاعها كذلك، شوفوا كيفاه ونحطوها مع التجيه مع الخضر الاخرين. فوالا بالنسبه للجريبات قلت لكم اللب تاعها نستغناو عليه. انا الحبه تاع الجريبات تاعي كبيره، قصيتها على 2 باه نحي لها اللب تاعها. نجيب ساشي ونحي لها اللب فيها، لان كما قلت لكم نرميه. هو لو كان تحطوه في المرق يصمتها، يعني المرق ما يجيش بنين. فوالا ماشي عكس الطماطم، اللب تاع الطماطم تاع البطاطا تاع الطماطم يعطيها مذاق ولون رائع، دوك تشوفوا مع بعضنا. وتاع البطاطا يلبيها، يعني المرقه تاعكم هذيك تجي خاتره وتجي لابيه وتجي بزاف بنينه. فوالا شوفوا هنا راني نحيت اللب تاعها. نكمل يعني كامل الكميه اللي بقات لي، نحي لها اللب تاعها اكيد. فوالا هنايا شوفوا جيت نرمي هذاك اللب تاع الطماطم والبطاطا اللي نحيتهم ونخليه يتقلى معاها. انا هذه استيوس عندي، يعني هذه طريقتي. استعملوا هذه الطريقه تجي بزاف بنينه، هذه طريقه امي ربي يحفظها. انا هذه الاستيوس تاع ماما، يعني بقيت نديرها هكا بهذه الطريقه. هنايا جيت نخدم الحشو تاعي، عندي فيه كما قلت لكم الرز لا فيوند هاشي. بالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، توابل تاع الدجاج، ملعقه كبيره تاع لا شابلور، وعندي ملعقه تاع القهوه تاع الزبده، عندي شويه تاع دبشه ولا الكزبر، قرص رقيق، وعندي حبه بيض. شوفوا كيفاه هنايا رميت كامل المكونات تاعي الحشو. نزيد نرمي الحبه تاع البيض ونعجنهم بهذه الطريقه. شوفوا كيفاه هنايا نعجنهم، نحاولوا ان ندخلوا كامل المكونات في بعضهم. فوالا هذه هي الطريقه. ونجيب الخضر تاعي نبدا نحشي فيها كما راكم تشوفوا. بديت بالطماطم، كما تعرفوا الطماطم تدي كونتيتي يعني كثر على الاخرين، لانها شوفوا فيها الحشو تدي، هي تكون تهز الحشو الله يبارك، ماشي كيما هي والفلفل الحلو يهزوا الحشو، عكس البطاطا والجريبات ما يهزوش بزاف. يعني طريقه سهله تاع الحشو، استعملوا شكل كوريه وحشيو بها. فوالا هنا فلفل الحلو شكلت شغل دي بودة صغار، ونستعين بالملعقة أكيد، وندخل نحاول اني نحشيه مليح، يعني بس باش يوصل الحشو تاعو حتى لتحت، يعني حتى الاسفل يكون محشي. وهذه هنايا البطاطا ثاني ندير نفس الطريقه تاع فلفل الحلو، ندير شغل هكا بودة صغير
ونحشي بها ونكمل نعمر بيدي يعني الفراغات هذوك اللي يبقاو على الجوانب. فوالا شوفوا لي الطريقه كيفاه، طريقه جد سهله ومبسطه. ما حبيتش يعني نقص لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه جيدا كيفاش تحشيو وكيفاش تحفروا هذوك الخضر تاعكم. انا جاي راني نعت لكم فيها كيفاش راهي يعني مدايرين دوك الثقب تاعها، والقشره اللي نحيتها يعني خليت لها غير قشره رقيقه فقط. فوالا هنا راني نحشي فيها. شوفوا كيفاه. نزيد نكمل هذاك يعني الكوتي دوزيام اللي مازال لي، نكمل يعني نوصل له الحشو تاعو باش تكون محشيه كومبلي. هنايا كملت كامل الكميه تاعي، الخضره تاعي كامل يعني حشيتها. واش نجيب مقله نحط فيها شويه زبده وشويه زيت، ونبدا نقلي الخضر تاعي على لي دو كوتي. انا هذه طريقتي، كاين اللي ما يقليهمش بصح كي تقليهم يجيو بنان خير وخير. هذه طريقتي انايا في يعني في الدولمه. شوفوا نحط هذاك الخضر تاعي يتقلاو لي على لي دو كوتي. فوالا هنايا بعد ما تقلاو لي كامل نحيتهم، جبت صحن ونحيتهم. هنا المرق تاعي شوفوا يعني لا او تقلى لي هذاك البصل مليح، ودابت لي هذيك البطاطا والطماطم، والرائحه راهي تشهي الله يبارك، شي يسكن في الجنه. شوفوا انا جبت الماء سخون وبديت نمرق فيها. هاد الدولمه تحتاج شويه المرق يعني رانا نحطوها في الفور، والخضر راهي يعني طيب في الفور، ونزيدو نخليو شويه مرق في البوطه تاعي اللي من بعد نسقي فيه بعد ما يطيب بعد ما يطيب الخضر تاعي ونحطهم في لي بلا يعني، ومن بعد نسقي بهم. انا جبت مول بيغاكس دهنته بشويه زبده، بديت نحط في الخضر تاعي كامل. انا هاد المول بيغاكس اللي عندي ما عنديش اكثر منه، يعني جاوني تقدروا تقولي جاو محشيين، ما جاوش يعني محطوطين الاز. لا غالب ما كانش عندي اللي اكثر منه، وما حبيتش نحط في بلاطو، نحب نحط في البيغاكس خير وخير. نتمنى عندكم اكثر منه وحطوا في اللي اكثر منه اكيد. فوالا هنايا حطيت الخضر كامل، وجبت دوك لي شابو تاعهم اللي قلت لكم، ومن بعد نحطوهم وبديت نحط فيهم باه تجي اون ديغي حبه تاع طماطم كومبلي، يعني ما تبانش كامل بلي راهي مفتوحه ولا راهي محشيه، الطيب مليح ويجي الشكل تاعها بزاف مليح تاني. فوالا راني نكمل نغطي فيه هذاك الفلفل الحلو تاعي في الطماطم فيهم كامل بهذه الطريقه. اذا هنايا جبت المرق تاعي بعد ما طاب لي، دوك تشوفوا لي القوام تاعو الله يبارك. شوفوا جمال اللون وجمال القوام، يعني هذيك الطماطم حتمد لي كولور بزاف مليحه اللي هي اللي رميناها. وشوفوا لي القوام. نحط في المرق فوق الخضر تاعي حتى وين نغطيهم.
شوفوا كيفاه. هنايا نحاول ما نحطش الحمص. هنايا جبت قطعه من بابي كويسون وقطعه من بابي الومنيوم، نغطي بهم لو مول بيركس ساعي. ما تحطوش ديريكتومون الالومنيوم كيما نعرفوا ماهوش صحي. نجيب بابي كويسون نديرو في شويه برك تاع ما ونكمشو شغل باش كي نحطو يحكم فوق البابي الومنيوم. شوفوا بهذه الطريقه. ونزيد نغطي البابي الومنيوم تاعي باه يطيب لي مليح. شوفوا كيفاه. هنايا بعد ما حطيته في الفرن حوالي ساعه، يعني طابت لي مليح هذيك الخضر تاعي. شوفوا كيفاه، الله يبارك. شعلوا من تحتها وكي تلقاوها طابت من تحتها يديروا شعلوا من فوق ياخذ هذيك التحميره خفيفه وجبدوه. انا شوفوا الخضر تاعي راهو البلاط تاعي راهو في صحن التقديم. سقيته بشويه تاع لاصوص وشهيه طيبه. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.